روايات أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: تنظفوا بالماء من النتن الريح الذي يتأذى به، تعهدوا أنفسكم فإن الله عز وجل يبغض من عباده القاذورة. كلمة يبغض ثقيلة على نفس المؤمن، كما يبغض الفاسق، كما يبغض الفاجر، يبغض الإنسان غير النظيف. لو دخل المسجد وصلى برائحة نتنة، هذا الإنسان رب العالمين لا يحبه لقذارته. نعم، من هو القاذورة؟ الذي يتأنف به من جلس إليه. وهذا المعنى اتفق معنا. أحدهم يتكلم معك ولكن ينبعث من فمه وتنبعث رائحة كريهة، تستمع لمقالته وأنت تبتعد عنه، هذه مصيبة. مؤمن يتكلم وأنت لا تحب أن تكون قريبا منه. النبي